الحضور الكرام، طلب إلي من زملائي الأفاضل أن أتلو عليكم نص البيان الصحفي، وأثرت قبل قراءته أن أدلي بدلوي في قضية أساسية. نحن لم نلجأ لهذه المبادرة وهي عقد الندوة الصحفية، ولم نخطط لها إلا بعدما كما يقال وصل السيل الزهور. المنطلق إلى الندوة هو المفاجأة الصادمة التي صورنا بها، وهي نوع وماشي نوع وإنما قضية تعديل. لهذا أثرنا أن تكونوا سفراء وأن تكونوا رسلا وأن تحملوا رسالة إلى الرأي العام الوطني محليا ودوليا، بأن تقفوا على حجم الكارثة الآن التي يصطلي المغرب بنارها، يعرض شبابه للتعذيب، وأن نسكت جميعا. نقول لكم نتحمل مسؤوليتنا كلنا نتحمل مسؤوليتنا إن سكتنا على هذا الأمر. للأسف أعطينا فرصة لما سكتنا في مجموعة من القضايا، قضية معاذ، قضية يونس، وجاءت هذه القضية لتفضح. فأردنا من هذه الندوة أن يكون لها ما بعدها. أنتم مسؤولون، أنتم الذين تحملون الخبر إلى الناس، لديكم وسائل كثيرة، الوسائل الإعلامية موجودة كثيرة. لا أتحدث عن الوسائل الإلكترونية والمواقع وكذا، وإنما عندكم القناة السورية، عندكم الجرائد ديالكم، عندكم المواقع الصحفية، عندكم العلاقات اللي كترتبط بكم. وانا ربما قلت للناس نسيمي لما كنطالع على البطاقه ديالها في المحضر فهي عضو في مجموعه من المنظمات، فاين هذه المنظمات اللي خصها تداوم معها، منتدى الكرامه، منتدى الانصاف والمساواه، هذه مجموعه من المنتديات اللي خاصها الان تكون حاضره في المحاكمه ديال 13/8. انا كنقول لكم من الان تحملوا المسؤوليه ديالكم، نتحمل مسؤوليتنا جميعا. لهذا لا تجعلوا من هذه الندوه فضول كلام قلناه لكم وتحدثنا به وعبرنا عن آهاتنا أمامكم في هذه الصبيحة. لا، ينبغي أن تكون لهذه الندوة ما بعدها، ينبغي أن تصل الرسالة واضحة غير مشفرة على اختلاف انتماءاتنا السياسية، على اختلاف توجهاتنا، لكن القضية قضية توحدنا جميعا. إذا هذا ما أريد أن أوضحه، وأعتذر عن هذا الأمر، لأن القضية كتتعلق بالتعذيب. أنتم كتعرفوا شنو معني التعذيب؟ شنو معني التعذيب؟ أنا صادق مؤخرا على كثير على مناهضات التعذيب، وأنتم كتشوفوا 20 تعذيب. المهم أنتم كتشوفوا شنو فيه. إذا طلب أن أقرأ البلاغ الصحفي عن هيئة دفاع المعتقلين الكاسبشرين بالبيضاء، قضية نور السلام قرطاشي ومن معه. نظم صباح يوم 11/8/2012 ابتداء من الساعة 11 صباحا بمقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ندوة صحفية لتسليط الضوء على قضية محاكمة معتقلي حركة 20 فبراير بالبيضاء مسيرة البرنوسي، وما رافق هذه المحاكمات في أطوارها الأولى من تعسف واضح وخرق بين لمقتضيات القانون وانتهاك للحريات، مما بعث قلقا صاورنا جميعا تجاه مصاري هذه المحاكمة، والتي لاحت بوادر ومؤشرات من كونها مثيلة لصاحباتها. ونخص بالذكر محاكمة معاذ بن رواد ويونس بن خديم، والتي انعدمت وافتقدت فيها ضمانات المحاكمة العادلة. إن الدفاع يسجل في هذه القضية نوعا من التعاطي الغير مستساغ مع طبيعة هذا الملف، وخاصة الطريقة التي يتعامل معها القضاء مع الطرف المشتكي مجسدا في إدارة الأمن الوطني. هذا النوع من المحاباة التي سجلتها هيئة الدفاع من خلال هذا الطرف الذي أصبح في عمق الملف خصما
وحكما ومتحكما في جميع الإجراءات المتدخلة في تجهيز الملف قضائيا. ولا أدل على ذلك من خلال طبيعة الفحص الطبي الذي أجري على جميع المعتقلين بدون استثناء، والذي نسجل بأنه كان مهزلة وفضيحة حقوقية بامتياز. إن هيئة الدفاع وانطلاقا من قداسة ونبل مهمتها تأبى أنفتها أن تسكت أو تصمت عن هذه الخروقات، هذه الخروقات التي تجسدت في تصريحات المعتقلين، والتي عبرت عن نوع التعذيب والذي ظهر من خلال المعاينات الأولى أمام الجهة القضائية. آثار للتعذيب ظاهرة على السلامة البدنية والجسدية لسائر المعتقلين، تكشف نوع الإهانات الماسة بالكرامة الإنسانية. في هذا المضمار تعلن هيئة الدفاع معتقلي حركة 20 فبراير بالبيضاء لكافة الهيئات الوطنية المحلية والدولية ما يلي: أولا، إدانتنا للتعاطي القمعي الأمني مع الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها حركة 20 فبراير في حي البرنوسي. ثانيا، تحميلنا الدولة المسؤولية كاملة عن السلامة الجسدية لكافة معتقلي حركة 20 فبراير، هذه السلامة الناتجة عن التعذيب الذي تعرضوا له في مخافر الشرطة. ثالثا، دعوتنا كافة الهيئات السياسية والحزبية والنقابية والحقوقية وطنيا للوقوف سدا منيعا ضد هذه الخروقات التي من شأن السكوت عنها الرجوع بمسار العدالة القضائية بالمغرب إلى الوراء. رابعا، مطالبتنا وزير العدل والحريات العامة وباعتباره المسؤول عن النيابة العامة بفتح تحقيق جدي ومسؤول حول ما تعرض له المعتقلون من تعذيب وانتهاك لكرامتهم الإنسانية وتعسف وخرق لمقتضيات القانون. وحرر يومه بالبيضاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.